السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا زكريا عليوات، واليوم راح نحكيو على استعمال السجائر في المسلسلات. تركيا في عام 2008 حضرت المشاهد اللي فيها استعمال السجائر في شاشة التلفزيون. منظمة الصحة العالمية راهي تدعو إلى تصنيف الأفلام والمسلسلات التي تحتوي على مشاهد تدخين إلى مشاهد غير لائقة للأطفال والمراهقين. نحطوا عنوان مع بعضنا: الاستعمال المفرط للسجائر في التلفزيون. هل الممثل يكمل ضعف أدائه باستعماله للسجائر؟ ما لا نقدر نقولوا هنا أنهم الممثلين قاعدين يستعملوا في الدخان باه يبانوا واعرين، ما هو ما يعرفش يمثل بني واعر، ما لازم يجيب له حاجة اللي تقدر تكون واعر بأفكارك اللي داخل. قصدك من ثم أنكم تستعملوا السجائر باش حنا كجمهور نقدروا نحدوا الشخصية هذاك بني أو بوندي ولا عاقل؟ ماذا بكم تقولوا لنا؟ هل مشاهد التدخين في المسلسلات تساهم في تحويل الشاب إلى مدخن؟ حتى الغير المدخن يضر منه، مع أنه التدخين ممنوع أنه يعملوا له إشهار عالميا. ما تشوفش في روحك تروج للتدخين بطريقة مباشرة أسو بوان التدخين عنصر فعال في المشهد. أيها المدخنين، مانيش ناخذ بالأمر بشكل شخصي، نحكي فيه كظاهرة في الأفلام. سؤال اليوم نوجهه حتى خارج بلاطوهات رمضان ديالنا مش عادي، نسحقوا حتى من المشاهدين يشاركوا معنا. وش وجهة النظر تاعك انت تجاه التدخين في المسلسلات؟ تشوف فيه طبيعي ولا لا؟